فيلمنا بيبدأ مع مايلز موراليس طالب في مدرسة بروكلين، وكان خلاص هيتنقل لمدرسة متفوقين. مايلز علاقته مع باباه جيف واللي كان شغال ضابط شرطة ما كانتش كويسة، ما كانوش متفاهمين مع بعض، وعلشان كده ما كانوش بيتكلموا كتير. وهو في العربية باباه بيوصله المدرسة بيسمعوا في الراديو ان في هزة أرضية حصلت، وان سبايدر مان البطل الخارق في المدينة كان عايز يعرف ايه سببها. جيف ساعتها بنعرف ان هو ما بيحبش سبايدر مان، وده لانه شايف ان هو بيعمل كل حاجة زي ما هو عايز وان مفيش اي سلطة عليه بتحاسبه. اما مايلز بقى فما كانش حابب المدرسة الجديدة اللي هو رايحها دي، وكان عايز يفضل في المدرسة القديمة اللي هو فيها. بيحاول في مدرسة المتفوقين ان هو يحل الاسئلة غلط ويجيب صفر فيطردوه ويرجع المدرسة القديمة، بس المدرسة بتاعته بتبوظ الخطة دي وبتقول له ان الحاجة الوحيدة اللي تخليه يحل الاسئلة كلها غلط ان هو يبقى عارف اجاباتها كلها، وبتديله الدرجة النهائية. بالليل مايلز بيروح لعمه ايرون، وده الفرع الفاسد في العيلة. عمه بيقول له ان هو هيوديه مكان يرسم فيه براحته، وده لان مايلز كان بيحب يرسم على الحيطان. بياخده في نفق المترو وبيروحوا لمكان مهجور كده، ومايلز هناك بيقعد يرسم على الحيطة فعلا. ساعتها بنشوف ان في المكان عنكبوت مشع، وبنشوف العنكبوت ده وهو بيجي على ايد مايلز وبيقرصه. مايلز بيروح وينام وبيصحى بيلاقي ان في تغيرات حصلت في جسمه. بيروح تاني يوم المدرسة وبيقف مع بنت هناك علشان يتعرف عليها، بس بيتفاجئ ان ايده لزقت في شعرها، ومهما يشد ايده او هي يشد دماغها ما كانش بيطلع، لحد ما بيضطروا في الاخر ان هم يقصوا شعرها علشان يفكوا منهم. بعدها مايلز بيقابل ضابط الامن واللي بيقول له ان هو خرج من السكن امبارح، وساعتها مايلز بيهرب منه. بيجري يستخبى في اوضه، واللي بتطلع الاوضه بتاعه ضابط الامن ده، وبيلاقي ساعتها ان كل شويه ايده تلزق في حاجه. ما كانش فاهم ايه اللي بيحصل ده، وبيفضل كده لحد ما بيخرج من الشباك، وبيتفاجئ ان هو بيقدر يمشي على الحيطه. بيفضل ماشي كده لحد ما بيقدر ان هو يوصل للاوضه بتاعته. ساعتها بيخش وبتلزق في ايده مجله سبايدر مان، وبيشوف فيها مراحل التحول اللي هو مر بيها. بيلاحظ ان هي نفس الحاجات اللي هو بيعدي بيها، وبيفتكر العنكبوت اللي قرصه. بيتصل بسرعة بعمه علشان يعرفه، لكنه ما بيردش عليه، وده لانه كان عنده شغل بره المدينة وهيسافر كام يوم. بيروح مايلز بسرعة لنفق المترو، وهناك بيلاقي العنكبوت اللي قرصه وهو واقع وميت. ساعتها بيسمع صوت في المكان، بيمشي لحد ما بيلاقي ان سبايدر مان بيهاجم الوحش الكبير ده. يبقى بيتر باركر، او زي ما انتوا عارفينه سبايدر مان، البطل الخارق اللي كلنا بنحبه. وطبعا عرفنا قبل كده هو ازاي بقى بطل خارق، ان هو عضه عنكبوت من حوالي 5 سنين. طبعا بقية القصة كلنا عارفينها، وبطولاته وحمايته للمدينة. سبايدر مان كان بيحارب جرين جوبلين وبيقول له ان هو ما يقدرش يفتح البوابة اللي هو عايز يفتحها دي، وان هو كده هيفتح العوالم على بعض. ومايلز ساعتها بيشوف جهاز ضخم بيفتح بوابة، هي دي المسؤولة عن نقل الناس من بعد لبعد آخر. بيقع مايلز وسبايدر مان بينقذه، وساعتها سبايدر مان بيبص وبيفهم إن هو عنده قوة خارقة زيه. مايلز بيقول له إن هو عنده قدرات بس مش عايزها. سبايدر مان بيقول له الموضوع مش باختيارك، بيقول له الأول لازم ندمر الآلة دي، وبعد كده أنا هبدربك علشان تستخدم مهاراتك الجديدة. راح بسرعة سبايدر مان علشان يدمر الآلة دي عن طريق الفلاشة اللي معاه، بس بيجي ساعتها الوحش براوزر وبتدور معركة ما بينهم. بيجي ساعتها كينج مان الراجل الضخم دون، واللي كان هو مسؤول عن الوحوش دي، وهو اللي عامل البوابة دي. بيقول لسبايدر مان ان الجهاز اللي هو عمله ده كلفه ثروة ضخمة لحد ما خلصه، وساعتها بيشغل الجهاز وبتبدأ الأشعة تدخل في بعض وتعمل البوابة. بيقدر سبايدر مان ان هو يفك من جرين جوبلin، بس بسبب الأشعة دي بنسمع الناس هم بيسألوا فين مكانهم، وبيحصل انفجار كبير بعدها، والكهرباء بتقطع عن المدينة كلها. مايلز بعدها راح يدور على سبايدر مان، واللي واضح ان هو كان خلاص بيموت. سبايدر مان بيديله الفلاشة وبيطلب منه ان هو لازم يدمر الآلة دي بأي تمن. مايلز ساعتها بيسمع الأشرار داخلين فبيستخبى، وبيشوف كينج مان وهو جاي عليه. سبايدر مان بيقول لكينج مان اللي انت عايز تعمله دون هيعمل ثقب اسود ويدمر العالم كله، وبيقول له ان هو لما كان في الاشعه بتاعه الجهاز شاف اللي هو عايز يرجعهم، وان اللي انت عايز ترجعهم دول مش هينفع ان هم يرجعوا، وان هم كده خلاص ماتوا للابد. ساعتها كينج مان اتعصب وضرب سبايدر مان ضربة جامدة وخلص عليه. بيسمعوا ساعتها صوت مايلز وبراوزر بسرعة بيروح وراه علشان يمسكه، لكن مايلز بيقدر ان هو يجري بسرعة وبيسبقه وبيقدر ان هو يهرب منه. ساعتها خبر موت سبايدر مان بينتشر في العالم كله، وكمان معاه هويته الحقيقية وان اسمه بيتر باركر. بعدها مايلز قرر ان هو لازم يتدرب على قدراته الجديدة علشان يبقى هو سبايدر مان الجديد بتاع المدينة. كان متردد وخايف ان هو ينط من اماكن عالية زي ما كان سبايدر مان بيعمل، وحتى لما عمل كده كان بيفشل وبيقع. لو مش بس كده، بسبب الوقعة دي المفتاح اللي كان خده من سبايدر مان كان اتكسر منه. بيروح بعدها عند قبر سبايدر مان او بيتر باركر علشان يتأسف له ان هو كسر الفلاشة اللي هو اداها له، وبكده
بوظ المهمة اللي هو كلفه بيها، وهو واقف في حد بيجي من وراه. مايلز بيخاف وبيجي يلمسه بيكهربه وبيوقعه مغمى عليه. بيبص عليه وبيلاقيه نسخة من بيتر باركر بس أدخن شوية. بيتر دون كان جاي من بعد تاني عن طريق البوابة اللي هما فتحوها، وفي العالم بتاعته الأم مي كانت ميتة، وهو ساب ماري جين. بسبب كده فضل ياكل لحد ما تخن زي ما احنا شايفين. ومرة واحدة وهو قاعد اتفتحت البوابة دي وسحبته للعالم اللي هو فيه دلوقتي. بتيجي بعدها الشرطة، ومايلز ما كانش عارف يعمل ايه، فبياخد بيتر وبيجري بيه. بياخده بعدها على السكن بتاعه وبيفضل رابطه كده. بيسأله انت ازاي شبه بيتر باركر كده وهو ميت، وهو بيقول له ان هو بيتر باركر اصلا. بيقول له ان انت لازم تكون من عالم موازي جيت من البوابة اللي اتفتحت دي، وان انت لازم تدربني زي ما كان بيتر باركر اللي مات كان هيدربني. ساعتها بيتر بيفك نفسه وبيضرب مايلز وبيحاول ان هو يخرج من الشباك علشان يهرب. ساعتها بنشوفه وهو بيتهز كأنه حصل له لاج كده ووقع، وده لان جسمه مش مستقر مع العالم ده لانه من عالم تاني. بيتر ما كانش همه ايه اللي هيحصل، بس مايلز بيقول له ان احنا لازم نروح ونوقف الشرير ده وندمر كمان الجهاز وكمان علشان نقدر نرجعك للعالم بتاعك عن طريق البوابة دي. بس الاول الفلاشة اللي معايا دي اتدمرت، علشان نعمل فلاشة جديدة لازم نروح لمقر الشركة بتاعتي، نستخدم جهاز الكمبيوتر اللي هناك علشان نعمل واحدة. بيروحوا هما الاتنين لمقر الشركة. بيتر بيخش وبيخلي مايلز يستناه بره الشركة، بس لما بيشوف ان كينج بينج وصل للشركة بيخش بسرعة علشان ينبه بيتر. بيخشوا هما الاتنين من فتحة التهوية وبيشوفوا كينج بين وهو بيتكلم مع الدكتورة اوليفيا. لما خرجوا بينزلوا هما الاتنين علشان يفتحوا الكمبيوتر، وهناك بنشوف ان مايلز كمان عنده قدرة جديدة وهي قدرة الاختفاء. ساعتها بتخش دكتورة اوليفيا عليهم، بتشوف بيتر باركر ومكانتش مصدقة عينيها. بتعرف ساعتها ان هو من عالم تاني موازي. بتاخد مسحة من بقه وبتحللها وتلاقي ان خلايا جسمه بتموت. بتقوله ان هو لو فضل في العالم بتاعهم ده هيختفي قريب وهيموت خالص. مايلز وهو مختفي كان بيحاول ياخد الكمبيوتر ويجري بيه بره، واوليفيا ساعتها بتطلع اسمها اوليفيا اوكتاف، وهي دكتور اوكتافيوس الشرير. بتخرج الدراع بتاعتها وبتحاول ان هي تضرب سبايدر مان. بيقدر ان هو يخبطها وبيجري بسرعه علشان يروح لمايلز. بيجروا الاتنين بعدها وبيدخلوا الكافتيريا، وبيلاقوا ان كل الدكاتره اللي موجودين معاهم اسلحه وهيطاردوهم. بيقدروا ان هم يهربوا منهم وبيطلعوا بيجروا هما الاتنين، والدكتورة اوليفيا كانت لسه بتجري وراهم وبتطاردهم. بيفضلوا يتمرجحوا بالشبك بتاعهم على الاشجار، وكان معاهم طبعا الكمبيوتر اللي هما سرقوه من الشركة. وساعتها بتظهر سبايدر وومن او صاحبته اللي كانت معاه في المدرسة، وبتقدر ان هي تنقذهم وتاخد كمان الكمبيوتر دون. بتعرفنا جوين عن قصتها وان هي اتعضت من عنكبوت في العالم بتاعها وبقت سبايدر وومن. قدرت ان هي تنقذ ابوها اللي كان ظابط برضه، بس ما قدرتش تنقذ صاحبها بيتر اللي مات. وان هي في يوم من الايام وهي بتحارب الاشرار عادي بتفتح البوابة دي وبتسحبها للعالم اللي هم فيه ده، اللي هي برضه قصة سبايدر مان من عالم تاني. بعدها بياخدوا بعض كده وبيجروا من المكان. ساعتها بنرجع لكينج بين، واللي بنعرف هو بيخطط لايه بالظبط بالبوابه اللي هو عايز يفتحها دي. بنعرف ان هو عايز يستخدم الجهاز ده ويعمل البوابه دي علشان يجيب من عالم تاني عيله تانية ليه، وده لان عيلته الحقيقيه اكتشفت ان هو شرير واتصدموا وجريوا بالعربيه. بسبب كده عملوا حادثه وماتوا كلهم. مايلز ما بيلاقيش مكان ان هم يروحوه غير بيت العمه مي، واللي هي تبقى عمه سبايدر مان او بيتر باركر بتاع العالم ده اللي هو مات خلاص. وطبعا بتتفاجئ لما بتشوف بيتر باركر التاني دون، بس بيفهموها ان هو من عالم موازي، وهي بتبقى متقبله الوضع ده بس متفاجئه بشكله. بتنزلهم على طول المختبر بتاع بيتر باركر واللي كان موجود فيه كل البدل بتاعته، وتحت بيلاقوا نسخ كتير من سبايدر مان. كل نسخة كانت من عالم موازي تاني بأشكال وأنواع مختلفة. الخنزير واللي طالع من الانمي واللي شكله ابيض واسود. بيتجمعوا كل سبايدر مان دول وبيتكلموا مع بعض، وكانوا شايفين ان مايلز هو المفروض اللي هينقذهم ويرجع كل واحد العالم بتاعه. بس المشكله بقى ان مايلز ما كانش عارف يستخدم اي قدره من القدرات بتاعته اللي لسه مكتسبها. بيتضايق مايلز من كده وبيروح على الشقه بتاعه عمه. كان بيكتب رساله لعمه وكان هيسيبها له، بس بيتفاجئ ان الشرير اللي كان بيجري وراه في القطر دخل المكان عليه. بيستخبى بسرعة مايلز علشان يشوف ايه اللي هيحصل، وبتبقى صدمة حياته لما الشرير ده بيقلع القناع وبيطلع ان هو عمه. الشرير بيكتشف وجود مايلز في البيت وبيحصل ما بينهم مطاردة، وده لان مايلز كان لابس القناع وما اعلنلوش ان هو يبقى ابن اخوه. بيقدر مايلز ان هو يهرب منه وبيروح بسرعة هناك عند بقية سبايدر مان. بيحكي لهم عن اللي حصل وان الشرير ده طلع عمه. في الوقت اللي بيوصل فيه رجالة بيج بين دون علشان يقتحموا المكان وتدور ما بينهم معركة كبيرة، واللي بتوصل في الاخر ان الشرير دون بيمسك مايلز موراليس وكان هيقتله وما كانش يعرف ان هو لسه ابن اخوه. ساعتها مايلز ما كانش قدامه غير ان هو يقلع القناع. طبعا عمه بيتصدم ان هو مايلز وما بيرضاش ان هو يقتله.
ساعتها بيجي رئيس العصابة دي وبيضربه بالنار يقتله، وقبل ما يموت مايلز كان خد جثته وهرب بيها بعيد، وهو بيطلع في الروح بيتكلم مع مايلز وبيعتذر له على كل اللي هو عمله. في الوقت اللي بيوصل فيه باباه الظابط وكان مفكره ان هو اللي قتل اخوه، ومايلز بينجح ان هو يخلي باباه ما يشوفش وشه وبيهرب منه. بقية سبايدر مان بيروحوا علشان يواسوه من اللي حصل دوت، وبيقولوا له ان هو مش هيعرف يجي معاهم في المهمة بتاعتهم دي، بس هو كان مصمم. فبيتر باركر بيضطر ان هو يربطه في الكرسي بالخيط بتاعه علشان يمنعه ان هو يجي. بعد ما بيمشي الباقيين دول علشان ينفذوا المهمة، مايلز بيسترجع ذكرياته مع عمه، وبيقدر ان هو يتحكم في قوته الجديدة دي ويدمر الخيوط اللي كان مربوط بيها دي. بيروح بسرعة على المكان بتاع بيتر القديم وبياخد بدلة من بتوعه، في الوقت اللي المجموعة كانت وصلت للمكان اللي فيه الجهاز بتاع البوابة اللي هم عايزين يرجعوا منها كل واحد للعالم بتاعه. طبعا جوه المبنى ده بيحصل ما بينهم وما بين رجالة الشرير ده معركة كبيرة. ساعتها بيوصل مايلز واللي كان قدر ان هو يتوصل ويتحكم في كل قوته، وكلهم كانوا منبهرين ازاي قدر يعمل كده بسرعة، وبينجح ان هو يهزم الدكتور اوكتوبوس دي ويوصلوا للمكان اللي المفروض يحطوا فيه الفلاشة علشان يبوظوا الجهاز ده. بيودعوا بعض ساعتها لان كل واحد فيهم خلاص هيرجع للعالم بتاعه من تاني. بيوصلوا في الاخر ان مايلز كان موجود مع بيتر باركر بس، والباقيين كلهم روحوا، بس بيظهر ان رئيس الشركة الشرير دون لسه ما ماتش. بيتر بيقرر ان هو هيروح لوجهه، بس مايلز بيقول له لا، ده مهمتي انا وانت ارجع للعالم بتاعك. بيقول له احنا فقدنا بيتر باركر مرة ومش هنفقد العالم بتاعك بيتر باركر التاني، وبيزق هو في البوابة بتاعته. بيروح مايلز بعدها علشان يحارب الرئيس ده لوحده. بيروح بعدها سبايدر مان علشان يحارب الراجل الشرير دون. بيج بين كان قوي جدا هو كمان، وكان قادر ان هو يحارب سبايدر مان، وبنعرف وهما بيتخانقوا كده هو كان عايز يعمل البوابة دي ليه، وبيطلع ان هو كان عنده عيلة زمان والعيلة دي ماتت، فكان عايز يفتح البوابة دي لعالم من اي عالم من العوالم الموازية دول، ويجيب مراته وبنته دول تاني للحياة، او مش للحياة يعني، هو يجيبهم للارض اللي هو فيها علشان يقدر يعيش معاهم. ودي طبعا انانية لانه هياخدهم من جوزهم اللي هو النسخة التانية منه في العالم اللي هيفتح عليه البوابة. المهم يعني بتدور المعركة ما بينهم، وزي ما قلنا بيج بين ده كان قوي جدا، بس بيقدر مايلز ان هو يكسبه في الاخر، ومن ساعتها بيبقى مايلز هو الحامي سوبر هيرو والبطل الخارق وكل حاجة حلوة للمدينة دي. وده طبعا بعد ما بيتر باركر خلاص مات واتدفن، وكمان عمه الشرير مات واتدفن، وكمان بيج بين مات واكيد هيتدفن. بيبدا فيلمنا لما الطواويس اللي بتحكم مدينه في الصين علشان يحتفلوا بالمدينه بيخترعوا الالعاب الناريه، بس ابنهم الامير شين بيشوف انه ممكن يستخدم الالعاب الناريه دي كسلاح. ولما باباه بيستشير عرافه في امر ابنه بتقوله انه لو فضل في طريق الشر اللي هو عايزه دون هتبقى نهايته على ايد محارب لونه ابيض في اسود. فبيروح الامير بالجيش بتاعه وبيقتل كل الباندا الموجودين، ولما بيرجع لاهله بيلاقيهم خايفين منه على اللي هو عمله وبيطردوه بره مملكتهم وبيحرموا عليه يدخلها، وهو مشي بس قال لهم انه هينتقم من الصين كلها على اللي هم عملوه ده. وفي المكان الجديد اللي هو راحه واحد من الجيش بتاعه بيقول له ان الحديد خلص منهم، فبيقول لهم دوروا في القرى البعيده علشان تكملوا صناعه السلاح. وبيكونوا الاطفال لسه بتحكي عن بطولات الباندا محارب التنين وازاي بقى مع المقاتلين الخمسه، والكلام ده طبعا في الجزء الاول، ولو ما شفتش ملخص الجزء الاول بنصحك تروح تشوفه. والباندا ابوه بيبقى قاعد يلعب مع المحاربين اصحابه لما بيفكروه بميعاد تدريبه مع المعلم شيفو، وبيروح بوه جري لشيفو اللي بيلاقيه بيعمل مديتيشن، وبيقول لبوه انه لازم يستخدم السلام الداخلي علشان يبقى اقوى، بس النمره بتقاطعهم وتقول لهم ان في قطاع طرق بيهجموا على القريه، وبيروح بوه مع بقيه المقاتلين علشان ينقذوا الناس. وبيكون الاشرار دول جيش الامير شين وعايزين الحديد اللي موجود في القريه، ولما بيشوفوا بوه بيستغربوا ان في باندا لسه عايش، ومحاربين الكونج فو بيحاربوهم وبيعملوا معاهم الصح. وكان فاضل اخر واحد وهو بيجري ناحيه بوه بيشوف علامه على كتفه وبترجع له ذكريات من وهو صغير، وبياخد الخبطه ويقع على الارض. ولما النمره بتساله ايه اللي حصل قال لها انا لازم امشي وقام بسرعه. وبيروح لابو الوزه بتاع النودلز، وهناك بيظهر ان الناس بتحبه جدا، وبيتكلم مع باباه ويحكي له اللي حصل وانه شاف مامته وهو صغير وبيساله هو جه منين. وهنا ابوه بيقول له مفاجاه كبيره جدا، وهو ان دب الباندا ده ما يبقاش ابن الوزه ده. مفاجاه طبعا مش كده. وبيحكي له انه في يوم وهو خارج يجيب خضار لقى محطوط في صندوق ورا المطعم، وانه صعب عليه فدخله جوه البيت وقعد ياكله، وبعدين حماه، وبعدين اكله تاني، وبعدين اكله تالت، شكله هيقف عليه بخساره ولا ايه، وان من ساعتها قرر يربيه على انه ابنه. وبيروح شين على مدينته تاني وبيلاقي ان ابوه مات والمدينه في حد تاني بيحكمها، ولما بيطلب منهم
انهم يدوا له الحكم بدور خناقه ما بينهم، وهو كان قوي بس ما يقدرش على الكونج فو بتاعهم. علشان كده اخترع المدفع ده وضرب الحاكم الجديد بيه، واللي كان احد معلمين الكونج فو الاقوياء. ولما وصل الخبر لتشيفو محدش كان مصدق، وتشيفو بيقول لهم ان لو محدش وقف قدام السلاح دون هتبقى نهايه الكونج فو، وانهم كمقاتلين لازم يروحوا يدمروا السلاح ده. ولما ابوه بيساله ازاي هندمره بيقول له استخدم السلام الداخلي. والطريق كان طويل قدامهم وهم رايحين للمهمه، وكان الامير شين بيجهز اسلحته هو كمان. وابوه هو نايم بيحلم بمامته وباباه وانهم ما كانوش عايزينه، وبيصحى من الكابوس ده ويخرج يتدرب، وبيحاول يتدرب على السلام الداخلي زي المعلم شيفو لكنه ما بيعرفش. وبيوصلوا المدينه اللي فيها الامير شين اللي في نفس الوقت كان بيحط سلاحه مكان عرش ابوه. ولما بيسال العرافه عن مستقبله بتقول له انه زي ما هو وما اتغيرش. بيقول لها مستحيل، انا قتلت كل الباندا. في نفس الوقت اللي بيدخل عليه واحد من رجالته ويقول له ان شاف باندا بيحارب بالكونج فو، فبيأمرهم يقبضوا عليه ويجيبوه. ولما المقاتلين بيدخلوا المدينه بيلاقوها مليانه برجاله الامير شين، فبيتسحبوا علشان يوصلوا للقصر بتاعه. واحده بتقول لهم ان في 2 من معلمين الكونج فو في السجن، فبيروحوا علشان يخرجوهم يمكن يساعدوهم. وفعلا بيعرفوا يوصلوا للسجن وبيفتحوا لهم الباب، بس الاتنين ما بيرضوش يخرجوا، وبيقولوا لهم لو قاومنا شين هيوجه السلاح بتاعه ناحيه المدينه. وبوبو بيحاول بكل الطرق انه يطلعهم من السجن بس ما بيرضوش، وبيقولوا له ان خلاص الكونج فو مات. وبيدخل عليهم 3 من رجاله الامير شين وبيضربوا 2 والتالت بيجري، وهم بيطلعوا يجري وراه، وبيفضلوا يعملوا شويه شقلباظات في المدينه كده لحد ما بيعرفوا يمسكوه. بس بيكونوا وصلوا قدام قصر شين والحراس حاطوهم من كل مكان، فبيستسلموا والحرس بيحطوهم في الكلبشات. وبو بيقول للنمره انه عنده خطه، ولما بياخدوه يدخلوا لشين بيفضل يضحك عليه وبيقول للعرافه بقى الهلاهوطه ده هو اللي هيوقفني، ده طول عمره بيجهز نفسه علشان ينتقم مني وجاي لي وهو متكتف. فابو بيقول له طول عمري ايه، انا لسه اصلا سامع عنك اول امبارح. وبيأمر رجالته انهم يخلصوا عليهم، ولسه هيولعوا السلاح جه واحد من المقاتلين وطفى النار، وبيطلع ان مش هو المحبوس وان دي خطه بو. وبيفكوا الكلبشات بتاعتهم وبينجحوا يدمروا المدفع. وبو بيطير على شين ولسه هيضربه وبيشوف العلامه تاني، وبيفتكر وهو صغير والنار بتولع في اهله وشين كان هناك. وبو بيساله انت فعلا كنت هناك؟ فقال له اه، وسابه ونط من البرج وهرب منهم. وبيروح شين على البرج اللي قدامهم وبيطلع عنده مدافع كمان وبيضرب عليهم بيها، وبيتحبسوا في البرج من كل ناحيه، بس بيستغل البرج وهو بيقع وبيهربوا منه. وبيأمر شين رجالته انهم يجروا وراهم وكمان يجهزوا السفن ويحطوا عليها المدافع. وهم بيروحوا يستخبوا في السجن وبيسالوا بو ايه اللي حصل، شين كان في ايدك ازاي سبته؟ ولما بيرضاش يقول النمره بتقول له خلاص انت هتفضل هنا. وبو طبعا ما بيوافقش وبيحاول يرجع، فالنمره بتضربه. فبيقول لها بو على الحقيقه وان شين كان موجود اخر مره شاف فيها اهله، وانه لازم يرجع ويعرف منه ايه اللي حصل. فالنمره بتقول له انا مش هينفع اسيبك ترجع وتموت. وبيرجعوا هم وبيسيبوا بو. ولما بيوصلوا بيتفقوا انهم يفجروا المبنى اللي فيه الاسلحه، وفي نفس الوقت بيكون بو طبعا ما سمعش الكلام وبيتسحب هو كمان علشان يوصل لتشين. وفعلا بينجح انه يوصل له وبيساله هو ايه اللي حصل في الليله دي. والمقاتلين كانوا بينفذوا خطتهم لما بيشوفوا بو وبيلاقوا ان شين هيقتله، فبيروحوا علشان ينقذوه وبيفضلوا يحاربوا في الحراس. وبو بيحارب شين وبو بيزنق شين وبيقول له لازم تعرفني ايه اللي حصل، بس شين بيضرب عليه طلقه مدفع وبيطير بعيد وبيقع في الميه. وبيفوق بو عند العرافه اللي بتقول له انها انقذته علشان يحقق قدره. وبو ما بيفهمش هي بتتكلم عن ايه وبيسالها هو ايه المكان اللي انا فيه ده، فبتقول له انت ازاي مش فاكر اللي حصل؟ اللي بيجي لك ده مش كابوس، دي ذكريات. وبيبدا ابوه يفتكر وبيشوف باباه ومامته وهو صغير وبيلعب في القريه بتاعتهم في الوقت اللي شين كان هيمسك فيه الحكم، وهي اتنبأت ان حد منهم هيقف في وشه. فشين جيب جيشه وقتل كل الباندا، بس ابوه خلى مامته تاخده وتهرب، وبيكون المكان اللي هو واقف فيه ده هو قريتهم القديمه. وبيفتكر بو ان مامته فضلت تجري بيه وكان في واحد من رجاله شين هيمسكها، فاضطرت تخبيه في الخضار علشان ما حدش يمسكه. والعرافه بتقول له يمكن بدايه حياتك دي ما كانتش سعيده، بس اكيد بسبب اللي حصل انت عشت لحظات سعيده برضه. وبو بيفتكر ابوه الوزه والنودل بتاعه والمهرجان واللي عمله علشان يدخله، ولما اختاروه محارب التنين، ولما فتح لفه التنين وحارب تاي لونج، وحب ابوه الوزه ليه ورعايته ليه وهو صغير. وبيقرر بو انه لازم يرجع لاصحابه اللي بيكون شين مربطهم وبيقول لهم ان هم وكونج فو هيموتوا. وبتبدا سفن شين اللي عليها المدافع تتحرك، والمقاتلين وهم متربطين بيشوفوا باندا من بعيد وبيطلع بو، وشين بيأمر رجالته يضربوا عليه بالمدفع. بس بو بيقدر يتحرك شمال ويمين وفوق وتحت وما بيكونوش عارفين يظبطوا المدفع عليه، لحد ما بينجح يوصل للسفن وبيحدف للنمره سلاح علشان تحرر نفسها. وبتفضل المجموعه بتاع المحاربين دي تضرب في الحراس، وكمان بيجي لهم الاثنين اللي كانوا في السجن علشان يساعدوهم، وبيكون اللي اقنعهم المعلم شيفو وكمان جه يحارب معاهم. وبيستخدموا السفن بتاعتهم علشان يسدوا الطريق وبقيه السفن ما تعرفش تعدي. وبيأمر شين الراجل بتاعه يضرب عليهم النار وهم وسط الجنود بتوعه.
وفعلا بيضرب عليهم والسفن بتنفجر وبيقعوا في الميه، وبو بيقوم يقف على خشبه في الميه وشين بيقول لهم يضربوا عليه نار، ولما بيضربوا عليه بيفتكر شيفو وبيعمل زيه وبيمسك طلقه المدفع وبيرميها في الميه، وبيفضلوا يضربوا عليه بالمدافع كلها بس هو بيعرف يتفاداها لانه خلاص وصل للسلام الداخلي، لحد ما في الاخر بيمسك قذيفه فيهم وبيلف بيها وبيرميها على السفينه اللي عليها شين، وبيروح بول شين اللي بيبقى مستغرب بو عمل كده ازاي، ويفضلوا يحاربوا بعض لحد ما السلاح بيقع على شين والسفينه بتنفجر بيه، وبيرجع بول الوزه وبيقول له انه هيفضل دايما ابنه الصغير، وبنشوف في مكان بعيد ان ابو بول حقيقي لسه عايش وكمان كتير من الباندا معاه.